شوف الحلاوة والجمال ده كان حال لوكا من يوم واحد بس. فجأة وبدون مقدمات حصلت كارثة بجد. لوكا وقعت وقعة وحشة أوي على راسها، وده بقى حالها من بعد ما كانت بتلعب وبتتنطط ومالية البيت فرح. مش قادرة حتى تقف، مش قادرة حتى تعدل نفسها. شايفينها مش طبيعية، في حالة رعب. بص بص بص، بس 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 متخافيش. أعصاب إيديها ورجليها كانوا مشدودين، دلوقتي مش مشدود، كان متخشب. مع العلاج بدأت واحدة واحدة ايديها تفك شوية. الدكتور قال لي ان الخبطة اثرت على الاعصاب ومحتاجة وقت وعلاج مكثف وشوية صبر، وهتبقى كويسة بإذن الله. القطة الصغيرة اللي بتكون في السن ده عضمها بيكون رقيق جدا، اي خبطة بالذات لو في راسها زي ما حصل مع القطة دي هيأثر عليها جدا. كل اللي عنده قطة صغيرة يا جماعة ياريت يخلوا باله منها، خبطة بسيطة على راسها أثرت عليها جدا. بصوا بصوا بصوا، مش قادرة تمشي، مش قادرة حتى تعدل نفسها. أنا زعلان عليها والله. يا لوكا، يا لوكا، مالك يا لوكا؟ هتبقى كويسة والله يا لوكا، وتجري وتلعبي تاني، تتنططي تاني. هي يا جماعة هي بتاكل بالسرنجة على فكرة يا جماعة، هي منع الأكل خالص، مش قادرة تاكل، بتاكل بالسرنجة. بطاطس. سو 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 مش عايزة تاكل على فكرة. كان في فراخ برضو من شوية ورفضت انها تاكلها، فاديت الفراخ لفاروق. حتى الدراي فود كانت بتحبه قوي، النوع اللي انت بتحبيه اهو. بصوا، رافضة ان هي تاكله. اقسم بالله حالها، بصوا يعني انا مش عايز اقول لكم، لسه يا جماعة صغننة خالص. خد العلاج، معلش. بالهنا والشفا.